التغيير ده من أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل في الدنيا، حتى لو التغيير للأحسن. التغيير ده لازم انت تبقي فاهمة معناه. هو انت عايزة تتغيري من ايه لإيه؟ اقترح ان انت توقفي الفيديو وممكن تجاوبي على السؤال ده. انت عايزة تغيري من حال لحال؟ عايزة تغيري حياتك من حياة انت عايشاها بمواصفات معينة لحياة تانية؟ ولا انت عايزة تغيري أفكارك؟ وخلي بالك احنا لما بنتكلم عن التغيير بنتكلم عن تغيير نفسنا، لأن احنا لا نملك خالص تغيير الآخرين. دي مش مسؤوليتنا ولا دورنا في الحياة. وعلى فكرة اللي بيعمل كده وبيحاول يغير اللي قدامه بيخبط راسه في الحيط. عمرك ما تملكي القدرة لتغيير آخرين غير لو هو عايز يتغير. المهم ان احنا نركز احنا هنتغير ازاي. اذا انت لازم تبقي محددة يعني ايه تغيير. كلمة تغيير دي لما بتقوليها بيبقى معناها ايه؟ دماغك بتروح فين؟ ايه الصورة اللي بتيجي على بالك؟ فمهم قوي ان احنا نعرف هنتغير من ايه لايه، هنتغير من مين لمين. السؤال اللي بعد كده، انت ليه عايزة تتغيري؟ شكسبير كان كاتب حاجة لطيفة جدا، جملة ليه بتقول انه البني ادم بيتغير يا اما لانه عدى عليه الم كبير جدا جدا ووجع كبير جدا، او بيتغير لانه اتعلم قوي. ما في حد مننا غير واتوجع وعدت عليه تجارب قاسيه جدا. ممكن تبقى عدت عليكي تجربة طلاق، خيانة، علاقتك يمكن بولادك مش قد كده، تعرضتي لفقد، أيا كان اللي بيحصل من التجارب الحياة يعني، وهي دروس بالنسبة لنا. هو ده اللي بيبقى نقول المحور بتاع التغيير. وما بنبقاش مقررينها كده، ولكن التغيير بيحصل عشان نحافظ على نفسنا، نحافظ على بقائنا، نحافظ على قدرتنا على الاستمرار. وكل ما كان عندنا الوعي بان احنا بني ادمين كويسين من جوانا، كل ما بقى عندنا الرغبة ان احنا نتغير. اذا كنا عندنا رحابة الصدر ان احنا ندي للناس فرص عشان يتغيروا، يبقى من الاولى ان احنا ندي احنا نفسنا فرصة ان احنا نتغير للأحسن.